التوتر يتصاعد بشكل غير مسبوق، والأحداث القادمة تشير إلى أن الحلقة 20 ستكون حلقة مليئة بالمواجهات والقرارات الخطيرة التي قد تغير مسار القصة بالكامل. الأحداث تبدأ عندما تصل معلومات مؤكدة إلى شاهين عبر الشيخ. الخبر صادم: فزاع نجح في الإيقاع بنعمان وزوجته بعد أن أجبرهما على الظهور في مقطع مصور. الهدف من هذا المقطع واضح وخطير في نفس الوقت: ضرب سمعة منتجع شاهين أمام الناس. في التسجيل يظهر نعمان وهو يعلن أن المنتجع غير آمن، وأن أي مسافر أو سائح يفكر بالقدوم إليه قد يعرض نفسه للخطر. هذه الرسالة ليست مجرد إعلان، بل محاولة مدروسة لتخويف الناس وتدمير المشروع الذي بناه شاهين. لكن خطة فزاع لا تقف عند هذا الحد، فبعد نشر الرسالة يقرر الاحتفاظ بنعمان وزوجته وعدم إطلاق سراحهما. السبب بسيط لكنه خطير: فزاع يريد استخدامهما كورقة ضغط ليجبر شاهين على اتخاذ خطوة مصيرية: تسليم نفسه. وفي الوقت نفسه تتصاعد الأحداث في مكان آخر. إمهاوش يجد نفسه في وضع مأساوي وسط الصحراء، حيث يقع تحت سيطرة فهد وسدرة اللذين يتوليان مهمة الضغط عليه وتعذيبه. هذه المواجهة القاسية تشير إلى أن إمهاوش يمر بأصعب لحظاته، وقد تكشف هذه الأحداث أسراراً خطيرة في الحلقات القادمة. على جانب آخر من القصة، مقناس يتحرك بحذر شديد. الشكوك التي لديه تجاه مساعد تجعله يبدأ بمراقبته بشكل دائم. كل تحركات مساعد أصبحت تحت المتابعة، ومقناس يبدأ تضييق الدائرة بحثاً عن الحقيقة التي قد تكشف خيوطاً خفية في هذه المواجهة. لكن أخطر ما سيحدث في هذه الحلقة هو القرار الذي يناقشه الشيخ مع شاهين. الشيخ يتوقع أن فزاع سيطلب تسليم شاهين مقابل إطلاق سراح نعمان، لذلك يقترح خطة غير متوقعة: أن يوافق شاهين على تسليم نفسه. لكن هذا القرار ليس نهاية الطريق، بل خطوة محسوبة ضمن خطة أكبر هدفها استدراج فزاع وكشف موقعه. الخطة تعتمد على جعل فزاع يعتقد أن شاهين وقع في الفخ، بينما الحقيقة أن الفخ قد يكون بانتظاره هو. لكن الأمور لن تكون سهلة، فهل سينجح هذا المخطط في الإيقاع بفزاع، أم أن المواجهة القادمة ستفتح باباً لصراع أخطر؟ وماذا سيحدث لنعمان وهو محتجز لدى رجال فزاع؟ وهل يتمكن مهاوش من الصمود في الصحراء أمام ما يتعرض له؟ حلقة تبدو مليئة بالقرارات الحاسمة، وقد تكون البداية الحقيقية للمواجهة الكبرى التي ينتظرها الجميع. وفي النهاية هذه مجرد توقعات، قد تصيب وقد تخيب. أخبرنا ما رأيك في التعليقات، وما توقعاتك للحلقة القادمة. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.